اهلا بكم في حلقه جديده. وقبل ما حد يتهمنا ان احنا سارقين محتوى الفيديو، يا ريت يتابع الفيديو للاخر. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده علشان في قناه مشهوره شرحت الخدعه دي، بس شرحتها بطريقه مختلفه عن اللي هنقدمها النهارده. فنتابع الفيديو للاخر بعدين نحكم. اوكي، يلا بينا نبتدي. خدعه النهارده مشهوره وفي ناس كتير قوي تعملها. كل اللي بيعمله الساحر انه بيقطع حته من خيط صغير وبعدين بيحطها في بقه، وفجأة الخيط اللي في بقه بيبتدي يتسحب شوية بشوية، وبعدين الساحر يطلعه من عينه، من جوه عينه. دي كانت الخدعة بمنتهى البساطة. تابعونا عشان نعرف تتعمل ازاي. ورجعنا لكم تاني، بس قبل ما نبتدي شرح الخدعة يا ريت محدش يجرب الخدعة دي في البيت غير الناس المحترفين. خدعة صعبة وممكن كمان تسبب ألم. يلا بينا نبتدي شرح الخدعة. خلونا نقسم الخدعة دي لجزئين. أول جزء الخيط اللي بيبقى في بق الساحر. الخيط اللي بيبقى في بق الساحر مختلف عن الخيط اللي بيطلع من عينه تماما. الخيط ده كل دوره ان هو يبقى في بق الساحر، والساحر يبتدي يسحبه شوية بشوية عن طريق لسانه او عن طريق بقه، وبيفضل مكانه جوه بقه، ما بيروحش في اي مكان. وطبعا لو قلنا ان الساحر حاطط حاجة شبه المكياج فوق عينه علشان احنا نتخيل ان الخيط بيطلع من عينه، فلا، في فيديوهات كتير واضحة جدا وبتبين ان فعلا الخيط بيطلع من العين مش من فوق العين. وده التحليل اللي كانوا بيقولوه، بس انا ليا رأي مختلف وخلونا نشوفه. انا رأيي فعلا ان الساحر بيحط الخيط في عينه بجد. يعني هنا ما تعتبرش خدعة، الساحر بيقدم لعبة سحرية واقعية. يعني الساحر بيتني الخيط بطريقة معينة بحيث انه ياخد مساحة قليلة وفي نفس الوقت سهل ان انت تسحبه من عينك. الخدعة بمنتهى البساطة، الساحر بيفتح جفن العين وبيحط الخيط فعلا في عينه، وبعدين بيقطع الحتة الزيادة اللي طالعة من عينه وبيخلي الخيط بنفس مستوى الرموش بتاع العين. علشان كده هو ما بيبانش، عشان بيبقى شبه الرموش. الخيط بيبقى طالع منه سنة صغيرة، بس السنة دي اللي بيمسكها الساحر وبيبتدي يسحبها. يعني مختصر الكلام، الساحر فعلا بيبقى حاطط خيط في عينه، وكمان بيبقى حاطط خيط تاني في بقه، ده اللي بيسحبه عن طريق لسانه، وبعدين بيظهر لنا الخيط اللي هو اساسا مخبيه في عينه. ودلوقتي يجي السؤال، ازاي لاعب الخف ده بيقدر يتحمل كمية الألم اللي بتبقى في عينه دي؟ ده غير طبعا احمرار العين والدموع اللي بتنزلها. يعني هو لو حاطط حاجة في عينيه فعلا ده هيبقى باين جدا. علشان كده انا بقول لكم محدش يجرب الخدعة دي في البيت. الخدعة دي محتاجة تعود ومحتاجة ممارسة، وده اللي بيخليك تقدر تتحمل الألم وما يبانش عليك اي اعراض. ولو انت لاعب خف وما عندكش الوقت ان انت تتمرن على حاجة زي دي او انت تتحمل الألم ده لحد ما توصل للتعود اللي احنا بنقول عليه، فهقدم لك الحل المعجز. القطرة دي اساسا مصممة للعمليات الجراحية. يعني لو نقطتين منهم قبل ما تحط الخيط في عينك هيسبب لك تخدير في العين وهيمنع الاحمرار وكمان هيمنع اي دموع تنزل. ويا ريت قبل ما اي حد يستخدم القطرة دي يراجع الدكتور ويشوف يا ترى هي مناسبة ليه او مش مناسبة ليه، بس علشان تتأكد مش اكتر. وعموما دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوا بتتعمل ازاي، ولينك صفحه الفيسبوك تحت. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.